مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء، في هذا الخبر العاجل الذي وردناه الآن، المدرب البرتغالي كيروش يفاجئ الجزائر ويكشف عن موعد وصول إلى الاتحادية الجزائرية، ويتحدى الجميع في الكاف. شاهد ماذا يحدث. أشارت بعض الإبلاغات من داخل الاتحادية الجزائرية أن الفاف الجزائري تعاقد مع المدرب البرتغالي كيروش في الفاف ليكون خليفة بالماضي فقط. صرح كيروش وإدلال تصريح نقلته الإذاعة البرتغالية، وقال: لقد اتفقت مع الفاف الجزائري لتدريب المنتخبهم، وباقي فقط بعض التفاصيل، فأنا فضلت تدريب المنتخبهم لذهاب بهم نحو المستقبل الرياضي وظفر بألقاب مميزة في سنين مقبلة، لأن المنتخب الجزائري أراه من أفضل المنتخبات في الدول العرب. فالمنتخب الجزائري يمتلك لاعبين في غاية مستوى، وأنا أحب نوعية هؤلاء اللاعبين، لأنني سوف أبني المنتخب في الفترة القادمة مثلما فعلت مع المنتخب المصري في سنوات الماضية عندما تأهلنا إلى المباراة النهائية. فأنا سوف أطفر أي لاعب سواء من المحترفين أو من الدوري المحلي، أتبث حقيقته وبتمثيل المنتخب الجزائري. فهناك بعض اللاعبين ذو الجنسية عديدة سوف أتناقش معهم من أجل انضمامهم للمنتخب الجزائري، من أجل البحث عن أفضل تشكيلة ممكن للمنتخب الجزائري في الوقت قادم. فأنا واجهت المنتخب الجزائري من قبل في كأس العرب، كانت من صعب هزمهم عندما كنت أدرب المنتخب المصري، وأنا أعلم أن في الفترة القادمة قدم الكثير للمنتخب الجزائري، ولكن اللاعب الذي سيتألق في الفترة القادمة أيضا من اللاعبين الكبار سوف أضمه للمنتخب الجزائري. ولكن كما قلت، أنا سأعتمد على الجوائريين أولا، لأنهم لديهم الطاقة والحيوية والنشاط في أرضية الميدان. فأنا أعتمد في أسلوب لعبي على التنظيم الدفاعي أولا، وعلى الهجمات المتمردة نحو الخصم كما كنت أفعل مع مصر. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.